السلام عليكم. هل كان الهجوم على قطر مسرحية؟ وهل فعلا الطيران الإسرائيلي طلع ب15 طيارة زي ما بيقول؟ هل فعلا إسرائيل كان عندها نية لقتل قادة حماس ولكن أخطأت في الهدف أو تقدير المعلومات؟ طب في سؤال مهم جدا كمان، إزاي الطيران الإسرائيلي عدى على الأردن والعراق والسعودية وقطر بدون أي اعتراض؟ والمفاجأة الكبرى، مين الدولة التانية اللي ساعدت إسرائيل في ضربتها؟ عايز تعرف؟ هقولك. بس قبل ما اقولك، لو انت اول مرة بتشوفني انا اسلام انور، ما تنساش تتأكد انك تعمل لي فولو وسبسكرايب على اليوتيوب وتعلق برأيك لانه ده اكيد بيدعمني. ويلا بينا. بالنسبة لتمثيلية الهجوم الإسرائيلي على قطر، الهجوم تم بمباركة وتعاون وضوء أخضر أمريكي، والهجوم محققش الهدف المعلن بقتل قادة حماس، والقتلى إداريين من الصف الثاني من حماس واللي منهم ابن خليل الحية وفرد أمن قطري. وفد حماس ووفد قطر اتأخروا عن ميعاد الاجتماع المعلن. إسرائيل لو عايزة تقتلهم كانت قتلتهم من زمان، وهم قاعدين هناك من أكتر من 20 سنة، ده حتى ما عملوهاش بعد طوفان الأقصى. لكن البطل لو مات يبقى الفيلم خلص، وهم عايزين الفيلم مستمر. أما بقى عن الهجوم ب15 طيارة فده كلام غير منطقي عسكريا، لصغر حجم الضربة اللي ضربت مبنى صغير جدا بقنابل محدودة وصغيرة جدا لعدم تضرر مباني أخرى. والموضوع مش محتاج أكتر من طيارتين عسكريتين، واحدة هجوم والتانية دعم. وبعدين تم التزود بالوقود في الجو في رحلة العودة بواسطة طيارات يمكن أمريكية. ولكن المفاجأة بقى إنه في دولة تانية هي اللي ساعدت الطيران الإسرائيلي وزودته بالوقود، لأن الطيارات اللي اترصدت على السواحل القطرية هي طيارات بريطانية. طيب علشان تزود 15 طيارة فأنت محتاج على الأقل 8 طيارات تزود بالوقود، وطبعا ده غير منطقي لحجم عملية صغيرة زي كده. يبقى اللي بيقوله الإعلام العبري ده غير صحيح بالمرة، وده خارج أي قواعد اشتباك عسكرية معروفة عالميا، لأنه العدد الضخم ده من الطيارات سهل جدا على أي رادارات ودفاع جوي إنه يكتشفوا ويعترضوا، وده طبعا خطر تأميني كبير جدا لعملية الهجوم المزعوم. يبقى موضوع 15 طيارة ده بروباجندا إعلامية عبرية للتخويف وإرسال رسالة إن كل أجواء مباحة ومحدش يقدر يوقفنا، وما دام الإعلام إعلامنا والدفاتر دفاترنا نقول براحتنا، خاصة إن ولا دولة قدرت تكتشف الطيارات راداريا أو إنه في هدف تاني. في رأيي إن المقصود هنا إنه توصل رسالة لقطر إنه باقي الدول دي هي اللي سمحت بضربك، فتكون دي وقيعة بين دول الخليج. راحت دول الخليج سريعا علشان فهم اللعبة القذرة اتحركت. أول حاجة رئيس الدولة سموه الشيخ محمد بن زايد اتحرك بسرعة على قطر، وتاني حاجة الأمير محمد بن سلمان أعلن إن كل إمكانيات السعودية في خدمة قطر ودعمها دعم كامل. ويا رب دايما وحد كل العرب، بدعيها من كل قلبي دايما. ندخل في المهم. ليه بقى الهجوم؟ بعد إعلان نتنياهو إسرائيل الكبرى من كام أسبوع، وطبعا في الخريطة السعودية، وده معناه إن حصل فالخليج رايح وراها، فحصل قلق في الجزيرة العربية وبدأ الإحساس بالخطر، فبدأت تكشر عن أنيابها وتعود لحضن مصر خط الدفاع الأول. فالكل أصدر تصريحات بدعم مصر ضد التهجير، والإمارات هددت بإيقاف الاتفاق الإبراهيمي ومباحثات التطبيع، وكذلك الأردن والسعودية والكويت والبحرين. وزادت الحدة بإعلان إنشاء قوة بحرية بين مصر والسعودية في البحر الأحمر لتأمين الملاحة، الأمر اللي جنن إسرائيل واعتبرته تهديد حقيقي لأمنها القومي. وأخيرا قدوم السعودية والإمارات لمصر لعمل مشروعات سياحية تنعش الاقتصاد المصري وتمكنه من مواجهة أي ضغوط اقتصادية ودولارية، وكمان إعلان الكويت التزامها بدعم مصر اقتصاديا وتأمين احتياجات مصر من الوقود في حالة نقص الغاز. كل ده حصل في الشهرين الأخرانيين. فلما تجمع الصور كده تعرف إن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة جاب بنتيجة عكسية، وإن الضغط الإعلامي لعمل وقيعة بين البلدان والشعوب خاصة السعودية والإمارات فشل بعد نجاح كبير قبل كده، وأكدت للجميع صدق التحذيرات المصرية وإنهم في خطر، وإن القواعد الأمريكية ليست لحمايتهم ولكن لدعم إسرائيل. علشان كده كان لازم من ضربة استعراضية تثبت بيها إنهم قادرين للوصول لأي مكان. ودي رسالة تانية إنه يجب التوقف عن دعم مصر. أما مصر سيبوها لنا كده لحد ما نفضل نروق لها ونفضل كده نقصقص فريشها
واحدة واحدة ونهلكها اقتصاديا ونفرق ما بين شعبها، يمكن نقدر نعمل معاها اللي ما قدرناش نعمله على مدار آلاف السنين. وعلشان كده الرئيس السيسي قال ده من سنين لازم جيش عربي موحد لمواجهة التحديات القادمة. علشان كده بنى بنفسه جيشه ودفع من دم الحي عشان يحمي وطنه رغم ضغوط عصرت البلد عصر والشعب تعب السنين، ولكن هي دي ضريبة الأمان والقوة والمجد. أخيرا عايز أوجه بس رسالة لكل الناس اللي شمتانة في ضرب قطر. صحيح احنا حصل مشاكل بيننا كتير، وصحيح احنا اتأذينا كتير من قناة الجزيرة وغيره ومن الحاجات اللي اتعملت ضد مصر، ولكن قطر دولة عربية وما ينفعش أبدا إن احنا نشمت في اخواتنا المسلمين مهما كان بيننا خلافات. احنا في الآخر إخوة وعرب، وقوتنا دايما في وحدتنا. اللهم انصر العرب وانصر فلسطين. تحيا مصر، والسلام عليكم.